اليوم راه عندنا النهار شويه شارجي، عرفتي بعض المرات تيجيو الناس على غفله وخاصهم بقرا ولا خاصهم هادي، تيخصنا نقوموا بالواجب. حنا دابا في ولايه فيرجينيا في امريكا. تقريبا حنا بدينا هذا المشروع في 2002 وبنينا به، حاولنا بشوي بشوي بنينا ضيعه مراكش، لانه عندنا حنا مهمه بزاف باش نخلقوا الاجواء المغربيه المراكشيه في امريكا. تجي عندنا اكثر من 3000 زبون في السنه، كاين اللي تيجيب والديه معاه وكاين اللي تيجيب وليداته يوريهم كيفاش الطقوس المغربيه كيدوزوا. يعني واحد الحاجه اللي هي مهمه بالنسبه لي انا كمغربي مراكشي. هذه هي المكزره ديالنا اللي بنيناها تقريبا طلبات واحد 8 شهور. 8 شهور. عندنا هنايا واحد المكتب ديال ملي تجي وزاره الصحه تشوف اش كاين، عندهم ملفات ديالهم وداكشي. وعندنا هنايا المسائل، هنايا راه تقريبا تتهز اكثر من 50 حولي معلقه. يعني ملي تنكونوا مشغولين راه ما شاء الله كاين تقريبا 12 عامل اللي كتخدم بدون وقوف حتى ل 12 ساعه في النهار. جيت من باب دكاله من مراكش في 1986 خديت الفيزا. 7 في جونفي 1987 حطيت رجليا في نيويورك في لاغوارديا ايربورت. جيت على اساس باش نمشي للمدرسه، بشوي بشوي قرينا شويه، دخلنا هذا وليت دخلت مع الحكومه الامريكيه. دوزت معهم 30 عام في ميدان السجون ومن الضمان الاجتماعي. خديت التقاعد في 2002 ولكن عاودوا عيطوا لي. دابا كندير مستشار ديال هادشي ديال السجون في عماله برنس ويليام وعماله فيرفاكس. في 2002 بدينا هذا المشروع ديال المجزره. علاش سمينا حنا مراكش فارم؟ لانه هذاك هو المقر ديالنا فين كبرنا. انا والاخ ديالي كبرنا في مدينه مراكش باب دكاله. ما شاء الله جيت عندي 22 عام، دابا انا عندي 60 عام. راه ما شاء الله راه عمر هذا داز شي فرص من داك الشيء الرفيع اللي هما ما عمر يمكن لك تنساهم، ولكن تيبقى ديك الروح ديال مراكش اللي ما عمرك غادي تنساها. ملي تيجيو عندي صحابي تنصاوب لهم الطنجيه، ملي تيجيو عندي صحابي تنعطيهم كبيده وشحيمه تيمشيو يديروا بولفاف ولا داك الشيء اللي بغاو. يعني تنحاولوا نخليو هذوك الطقوس ديالنا وديك الثقافه ديالنا المغربيه حيه. الفلاحه في المغرب عندها مستقبل كبير، دايوغ هي ناجحه. راه ما شاء الله، راه عرفتي كاع الفلاحه المنتجات الفلاحيه راه كتمشي لأوروبا وتمشي لافريقيا. حنا خدامين في المغرب، ولكن كاين مجالات اخرى اللي خصها تطور، اللي هي داخله فيها البيوتكنولوجي، ودابا كاين الذكاء الاصطناعي حتى هو داخل في هذا الشيء ديال الفلاحه. هاد الناس اللي ولاو تيخدموا في البيولوجي تيخلقوا مجالات اخرى اللي ما شاء الله. يعني كتلقى المنتج الانتاج كيقدر يتدوبل بمجرد دخل واحد شويه ديال التطوير. البقره كتاخذها كتشريها مثلا بمليون، ظرف عام كتعطيك مليون، تيتزاد ولد كتعطيك مليون. كاين الدعم الفلاحي، كاين يمكن لهم يجيو ياخذوا عندك الحليب. انا مشيت للمغرب، كاين فرص العمل اللي الناس ما عارفينهاش. علاش؟ الا انا سمحوا لي غنقول، الا كتنعس حتى ل 11 النهار وتفيق راه ما بقى عمل. هذيك الفكره ديال انا بحرفه تخليني بلاتي نتسارح راه مشات. فقتي خصك تكون غادي. الميريكاني 6 الصباح تلقاه واقف لابس البوتيون جين طربوس والجاكيت وخارج خدام. 3 العشيه صافي وقف. هنا تيقولوا واحد العباره عندهم كلهم يقولوها، وهو دي امريكان دريم. راه شتي في المغرب راه كاين دي مراكن دريم بلس 1. علاش؟ هنا كاين غير الحلم الامريكي، هي انت وراسك والعمل والماده. في المغرب كاين انت وراسك والعمل والماده والعائله اللي هي ما عندها ثمن. هنا ما كاينش العائله، تما كاين العائله اللي تدخل وتلقى الوالده ولا تلقى اخوك ولا تلقى جدك ولا شي حاجه. عرفتي هذاك هو الاحساس ما كاينش بحاله. كاين فرص في المغرب. التجربه ديالي والبروفيسيون ديالي في ميدان العمل ديال السجون. يعني ملي تيخرج شي واحد من السجن حنا كنديروا ديك لانتيغراسيون، تيخصنا نخلقوا ليه مجال فين يعاود يبدا حياه جديده. الا كانوا هذوك الناس خارجين من الحبس وتينجحوا، يعني واحد الانسان في المغرب راه ماشي غادي ينجح بلس 1. في نظري أنا أحسن ميدان بالنسبة للإنسان وهو النطاق الفلاحي والنطاق المهني، التكوين المهني. صلاة وسلام على رسول الله. أسيدي مرحبا بكم، مرحبا بكم. نهار كبير هذا الشيء راه عندنا عادي، وقت ما جاو عندنا المغاربة كنحاولوا نرحبوا بهم على قد الحال.
باش يديو واحد النظره زوينه. الله يخلي النظره زوينه. هاك اخويا. بسم الله بسم الله. شكرا. بسم الله. كتفكرنا في البلاد. حنا دابا توحشنا البلاد وانت كتفكرنا في البلاد. وصراحه العمل تيكون متواصل يوميا، ما فيه عيا، ما فيه شتاء، ما فيه ثلج. راه بعض المرات يوصل عندنا الثلج حتى لهنا، وتيخصك تفيق وتستعمل التراكتور وتحيد الثلج باش يجيو الكليان يلقاو فين يباركيو. الا بغيتي تكمل سينو سيمانه يبقى الثلج عاد يذوب ولا يكثر. يعني هذا غير الثلج، الشتا راه تطيح هنا بالقلال. الجون كيكونوا قويين جسديا. تتلقى واحد الانسان تيدير لابار الميسكيلاسيون لي برا ديالو قد الفخذ ديالك انت. Come on girls, let's go! Let's go girls! هاد الضيعة هادي فيها قول شي 5 الهكتار. ملي كنوصل وقيت الماكلة ديال البقر كنعيط لهم كيكونوا بعاد شوية بحال قلتي واحد شي نص كيلومتر هكاك ولا شي حاجة، يكونوا بين الشجر مع الشمس والصهد تيتخباو، وملي تنعيط لهم تيتموا جايين. ها هما جايين مساكن. عندي مع بحر داز العيد كانوا تقريبا شي 18 البقره، بعنا قول شي 12 وبقاو 6 ديال البقرات اللي بقاو. ولاغاس هو انجس ديال امريكا اللي هو تيكون اسود، وكاين عندنا انجس الاحمر يعني فيه 2، وكاين هولستين وحده. ما شاء الله تيعطيو مزيان، تيعطيو وليد في العام اللي هو دغيا تيكبر في ظرف 4 شهور كيولي يوزن 300 كيلو. هي التجربه ديالي مع الماشيه كلها صراحه كاين كل شيء في الانترنت. يعني اي حاجه بغيتيها كتسول الانترنت كتجاوب. كاين دابا الذكاء الاصطناعي، يعني لا داعي باش تمشي تقرا على هذا الميدان، كل شيء موجود. وبالنسبه لي انا بشوي بشوي كنتعلم، قريت كتيبات، قريت مسائل، وكاين عندي الجيران اللي عاونوني شويه. معانا ما عمرني كانت عندي الماشيه في المغرب. يا دي جيرل دي جيرل. حنا كنفكروا ان شاء الله نزيدوا نقويو هذا العدد ديال البقر اللي عندنا هنا، باش ان شاء الله نعودوا نصدروهم للمغرب الى من الممكن. الملك سيدي محمد السادس خدام، الله يعاونه، خصو العوين. انا هذه الفكره ديالي انا. دار بزاف ديال المشاريع، مسكين طاح وناض على بزاف ديال الحوايج والمشاريع اللي هي مستقبل المغرب، اللي هي بان منها بزاف ديال الانتاج مؤخرا. احنا كجاليه مغربيه حتى حنا خصنا نحاولوا، جاليه مغربيه امريكيه خصنا نحاولوا ونعاونوا دوك الناس اللي تيجيو على طريق القرعه باش يتنماو دغيا، باش يكبروا مزيان، باش يعاودوا يستثمروا في البلاد. الحاليا تيجي مغربي تضيع عليه 5 سنين حتى ل 10 سنين ما عارفش اش يدير، تيخدم في ريستورا، تيضيع له بزاف د الحوايج. هاد الناس اللي هما كفاءات، اللي هو انا كنتمي لهاد المجموعه الناس اللي هما عندهم كفاءات، تيخصهم يوقفوا مع الدراري اللي جاو. عوض فاش يضيع عليه 5 سنين يقدر يبني حياته في عامين. ماشي يجي الانسان قابط لا ليسونس من المغرب ويمشي يخدم يغسل الماعن في ريستورا، لا. الحياه نظام وانتظام، خلاها الحسن الثاني الله يرحمه، قال لك الحياه نظام وانتظام. الا نظمتي حياتك توصل بعيد.